لو سمحت يا دكتورة، عاوز مضاد حيوي. ليه؟ دور برد عادي يعني. تعرف إنك ممكن تموت بسبب؟ أيوة، مش النهاردة. بس لو فضلنا نستخدم المضادات الحيوية غلط ممكن نرجع لزمن كان فيه دور برد بسيط بيفتح باب لعدوى تقتل. اللي هقوله دلوقتي مش مبالغة، ده واقع بيحصل فعلا، اسمه مقاومة المضادات الحيوية. خلينا نبص على مصر. آخر داتا لقيتها سنة 2021، وغالبا دلوقتي ممكن تكون الأعداد اتضاعفت. في الوقت ده اتسجلت حوالي 15500 حالة وفاة سنويا بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات بشكل مباشر، وأكتر من 52 ألف حالة مرتبطة بيها. يعني المشكلة مش بعيدة عننا، دي حوالينا فعلا. وفي أنواع بكتيريا بقت مقاومتها عالية جدا في مصر أو في زيادة مستمرة. والخطر الحقيقي لو الموضوع كمل على كده، ممكن علاج مرض زي السل يبقى صعب جدا. عدوى بسيطة بعد عملية ممكن تبقى خطيرة، وجروح عادية ممكن ما تخفش خالص. يعني ممكن نرجع لزمن العدوى فيه كانت أقوى من الطب والعلاج. عاوزة مضاد حيوي من فضلك. مش كل تعب محتاج مضاد، بس كل استخدام غلط ممكن يخلي يجي اليوم اللي مفيش مضاد حيوي هينفع يشتغل تاني.